السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا مواضيع كتير النهاردة هنتكلم عليها عن أخبار النادي الأهلي. النهاردة نادي الزمالك أحد المواقع الكبيرة في الدوري المصري اللي هو كورة بلس ويلا كورة. أعلن نادي الزمالك تم سداد مستحقات خالد بوطيب، وفي سداد في طريق برضه لسداد مستحقات باتشيكو. منين ده كله يا زمالك؟ أنت من أسبوعين كنت بتقول نادي الزمالك ما فيهوش فلوس، نادي الزمالك ما فيهوش جنيه، نادي الزمالك مفلس وكان بيطلب باللعب المالي النظيف. منين ده كله يا الزمالك؟ جبت الفلوس دي كلها منين؟ اشمعنى في الفتره دي دلوقتي؟ اشمعنى في الفتره دي بالظبط؟ يعني بعد مباراه بيراميدز، بعد ما نادي الزمالك فوت مباراه بيراميدز، تمام؟ اشمعنى الفلوس ظهرت؟ انا شايف ريحه مش كويسه في الموضوع دوت. واتمنى اللعب المالي النظيف يتطبق من بدايه الموسم الجديد، بدأ بالعبث اللي احنا بنشوفه ده حاليا، وفي الاخر بيقول لك النادي الاهلي ومش النادي الاهلي. ده خبر معانا النهارده على السريع. النهارده اصدرت لجنه المسابقات، لجنه الانضباط، ان هو يتم خصم 3 نقاط من النادي الاهلي، ومش يخصموا اللي هو 3 نقاط اللي هي بنهايه الموسم باعتباره منسحب. تمام. الصياح طبعا كتير ومن نادي الزمالك، ازاي يتخصم 3 نقاط بس والمفروض المنسحب يتخصم منه 6 نقاط زي ما نادي الزمالك حصل معاه الموسم اللي فات. النادي الاهلي بيدرس الموقف حاليا بعد قرار لجنه الانضباط، وهيشوف الاصلح للفريق وهيتم تصعيد الموقف للفيفا طبعا على طول. انا من وجهه نظر ان ما ينفعش نسكت برضه، حتى لو احنا برضه حسمنا الدوري ومش منتظرين اي نقط النادي بيراميدز يفقدها، برضه احنا لازم نطالب بحقنا والقانون يتطبق. فاحنا بنطالب بحقنا وان احنا ما نتنازلش ونصعد للفيفا، عشان النادي الاهلي ما كانش منسحب. النادي الاهلي راح المباراه كان رافض ان هو تحكيم مصر، كان عايز تحكيم اجنبي. تمام. فده برضو موضوع معانا كان من اهم موضوع النهارده. تمام. بالنسبه لخسير الفيورو زي ما قلت لك هيوصل القاهره، وصل القاهره النهارده الصبح زي الصور بعرض عليك دلوقتي. تمام. سبب تاخر الاعلان عنه حتى الان ما عنديش معلومه، بس على ما اتوقع اللي هو سبب تاخر الاعلان عنه النهارده اللي هو بسبب كلنا كجمهور الاهلي وكاداره النادي الاهلي كنا منتظرين اعلان لجنه الانضباط النهارده بسبب ازمه القمه بين النادي الاهلي والزمالك. بس فهذا سبب تاخر الاعلان على ما اعتقد من وجهه نظري يعني. بالنسبه للكابتن رامي ربيعه، بيتشرط على النادي الاهلي وطالب 45 مليون جنيه في الموسم الواحد لاجل انضمام التجديد للنادي الاهلي والمشاركه معاهم في الموسم الجديد. طبعا 45 مليون ايه؟ انت مفكر نفسك راموس؟ انت مدافع عادي زي اي مدافع في الدوري المصري. كابتن رامي انت شكرا على كده وما تكملش معانا نهايه الموسم، انت اخرك الماتشين الجايين بالسلامه. نتمنى لك التوفيق